طبعا أنا من حفظة كتاب الله الحمد لله رب العالمين، هذا شيء برفع راسي فيه وين ما رحت وين ما جيت. طبعا هذا حفظته ضمن سجن صيدناية، الله أكرمني بسجن صيدناية حفظت القرآن. فكانت الأشخاص تجي لعندي بعد فترة، بعد بشي سنة ونص تقريبا، يجوا لعندي ياخذوا قرآن عندي، تمام، يحفظوا مثلا آيات سور من القرآن. واحد مثلا يجي من مهجعه يطلع، مثلا في أشخاص كثير مثلا كانت تدعي مثلا إنه مريض، يلموا وصولة من المهجع. طبعا ما كان عندنا أوراق ولا كان عندنا شيء، يلم الوصل المالي تبعك يلي هو بيجي أهلك بس يجوا لعندك بحطوا لك وصل بشكل طبيعي، فتلم العالم هذا الوصل ويجيبوا لي اياهم كلياتهم. يجي مثلا اكتب له مثلا عليه شو الصوره اللي بده اياها، حاول اكتب له منها، اكتب له قد ما بحسن اكتب له منها، ويرجع على مهجعه. طبعا اللي بيطلع على المرض بيجي لعندي بعالجه، برد بيرجع بشكل طبيعي لوين؟ على مهجعه. فبيشتغل. احد الاشخاص راح خبر عني ضابط الامن انه هيك 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 معاذ عم يعمل، وهيك هيك هيك عم يسوي، عم يعطي العالم قرآن، عم يحفظ العالم قرآن. فكان نتيجتها انه ردوا رجعوا لغوا الغرفة لفترة معينة، لغوا الغرفة لفترة معينة. وشو عملوا؟ صاروا اي حالة تجيهم، اي حالة تجيهم يجوا ياخذوني من ضمن المهجع.